السجن لعامل بنزل أشار إلى سائحتين بالقتل. إليكم التفاصيل. قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة عامين ضد عامل في أحد النزل، وذلك بعد أن قام بإشارة إلى سائحتين أثناء وجودهما في النزل، حيث أشار إليهما بحركة يد تدل على الذبح، ما أثار حالة من الرعب والهلع لديهما. وبحسب ما ورد في حيثيات القضية، فقد توجهت السائحتان إلى إدارة النزل وأبلغتا بما تعرضتا له ليتم فتح تحقيق في الحادثة التي أسفرت عن إيقاف المتهم وفتح ملف قضائي ضده. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، وأصر على أن الإشارة التي قام بها كانت مجرد حركة عفوية ولا تحمل أي دلالة تهديدية، في حين كادت السائحتان أن الإشارة كانت واضحة وكانت تشير بشكل غير لائق إلى التهديد بالذبح. كما قدمت السائحتان شهادتهما حول الحادثة، ما دفع الهيئة القضائية إلى إصدار الحكم بالسجن لمدة عامين ضد المتهم.